لو سمحت بعد اذنك، معلش انا عايز اجيب قهوه، اجيبها منين؟ ممكن تطلع كده وتلف من الباب ده هتلاقي الكانتين. الكانتين؟ ايوه. طيب ماشي شكرا، معلش بس خلي بالك من الفلوس اللي جنبك دي، انت سايباها ليه كده؟ ايه ده؟ الفلوس ديت بتاعت حد اكيد نسيها او حطها هنا ونساها ولا يعني إيه؟ مش بتاعتك؟ لا مش بتاعتي. طب وريني كده، ده شكلها فلوس كتير قوي. وريني ثواني كده. بس كده. ايه في ايه؟ طب وريني كده عدهم طيب. لا دي امانه، ازاي يعني نعدهم واحنا مالناش دعوه؟ أمانة دي حاجه إيه احنا انت؟ لقيناها هنا انت لاقياهم. تعتبر امانه، انما انا اديها لك، انت هقولك- تعدها ليه بمناسبه هقول لك ايه؟ على حاجه، هو محدش شايفنا دلوقتي، احنا ممكن ناخدهم نقسمهم سوا. ازاي الكلام ده؟ ازاي يعني؟ دي امانه احنا ناخدها؟ اسمعي مني، انا تليفوني قديم عايز اجيب طب انا تليفون مالي جديد. ومال الكلام ده يا استاذ؟ طب انا ايش ضمني دلوقتي ان انت هتاخديها يعني؟ لا انا مش هاخدها، انا دلوقتي هشوف الاداره هنا او هشوف هنا، اكيد في هنا كاميرات. خلاص اللي انما انت شايفاه. تيجي تقول لي ان انا اخدها ونتقاسم فيها وموبايلي؟ خلاص لا اللي انت كده بصراحه مش حاجه مش مظبوطه اللي يعني. انت شايفاه، انا اسف انا اسف، السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن تساعديني؟ لا يا حبيبي، عايز ايه؟ مساعده ايه بالظبط؟ عايزة اشتغل بس بدور على شغل. بتدور على شغل؟ بس انت لسه صغير، انت صغير على الشغل. بس بابا متوفى وانا اللي بجيب لماما العلاج. فانا عايزة اجيب لها العلاج. انت كبير مامتك ولا اصغرهم؟ لا انا صغيرة. طيب ومامتك مالها في ايه؟ مالها تعبانه، عندها ايه؟ بتغسل كلى 3 ايام في الاسبوع. بس انت لسه صغير على الشغل. طيب تعالى اقعد كده، يعني احنا دلوقتي لو انا مثلا ساعدتك التزم، انت في المدرسه؟ لا. مش في المدرسه؟ عشان علاج ماما. طيب انتوا ساكنين فين؟ احنا ساكنين في الجنيه. طب ما تديني الفلوس دي كنت بتاعتي. بص الفلوس دي امانه ولاقياها، ما اقدرش ان انا اتصرف فيها او امد ايدي عليها، انا هديلك من معايا. محتاج قد ايه؟ 500 جنيه. 500 بس كده تديهم لماما عشان علاجها. دلوقتي انا هديك رقم موبايلي عشان ترن عليا لو انت احتجت اي حاجه، وبعدين عشان اجي لكم البيت اشوف ماما ونحاول ان احنا نساعدها برضو بقدر الامكان. انت اسمك ايه؟ ادم. ادم؟ تمام يا ادم، عشان انت لسه صغير يا ادم على الشغل والكلام ده، وربنا يشفي ماما حبيبي. طب انت مسامحاني يا طنط؟ انا مسامحاك يا حبيبي، لان انا اعطيها لك من جيبي الشخصي، انما دي امانه انا لاقياها. انا مسامحاك يا حبيبي، ورن عليا في الرقم ده بكره لو احتجت اي حاجه تانية، انا هجيبها لك يا ادم وهجي لكم البيت. تمام؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت تاني؟ خير في ايه؟ اهدي بس ثواني، بصي كده تلاقي ورا الشجره هناك دي في كاميرا بتصور، احنا بنصور برنامج. الموقف اللي حصل دلوقتي والطفل ده كل ده تمثيل. بجد والله؟ انا عايز اعرف بس حاجه، انت ليه ساعدت الطفل ده؟ هو صعب عليا، اعتبرته يعني ان ابني في الموقف ده، ان انا مثلا تعبانه وابني خرج ان هو يساعد مامته، يعني حسيت ان ابني فيه. انت ليه ساعدتيه من جيبك الشخصي وما رضيتيش تديله الفلوس دي؟ لا الفلوس دي امانه، انا لقيتها جنبي، تعتبر دي امانه ان انا ما اتصرفش فيها. انا مش عارف اقول لك ايه والله. اتمنى يا رب اشوف ناس كتير زيك كده، واقابل ناس بتساعد الناس وعندها رحمه وانسانيه زي حضرتك. الخير في امتي ليوم الدين، الخير في امتي ليوم الدين. ربنا يخليكي، انت شخص محترم جدا. وممكن بقى تبص للكاميرا وتقول لنا نقدر نزل الفيديو ده ولا لا؟ اكيد طبعا.